السلام عليكم حبوباتي، كي دايرين؟ بخير، نتمنى نلقاكم كلكم بخير وعلى خير. وهذا الفيديو يلقاكم يا ربي في احسن الاحوال وفي صحه جيده يا ربي. اليوم غنشارك معكم الغداء ديالي، نتمنى يعجبكم. وهذا الشيء اللهم ديمها نعمه ويحفظها من الزوال يا ربي. اليوم غندير واحد شويه ديال الكوطليط اللي مشوي غير في الكوكوط البنات. هذا معتمد عندي، دائما كنديرو كيجي زوين وغزال ما شاء الله. ورافقته بواحد الشليضه مغربيه بمطيشه والفلفله والبصله وبواحد العصير ديال الخوخ البنات، اللي عندي الخوخ مجمد في المكونجلي، ودرتو مع واحد جوج ديال الليمونات. وعندي هاد الفلفله والدنجال والكورجيط مشويين، كنشويه واحد العدد كتير وكنديرو في الثلاجه اللي يدي ليا واحد الاسبوع. كنشويه في مره، وكل مره كندير ليه التوابل ديالو ولا الصوص ديالو، كيجي زوين البنات. المهم غنبداو على بركه الله، يا بسم الله. غنبداو بالعجينه هي الاولى. غندير هنايا عندي شويه ديال القمح، وعندي شويه د الفرينه وشويه د الفورص، ومخلط كلشي. درت هنا واحد شويه د الملحه، ودرت هنايا واحد شويه د الخميره، وغادي نعجن بالمدافي اللي كلشي الناس كيعرفوا. كلشي تبارك الله المغربيات كلشي كيعرفوا يعجنوا. المهم هنايا كيف ما شفتوا غادي نديرو في العجانه، ما غاديش نعجن بايدي، غنديرو في العجانه وانتوما يا معايا. المهم هنايا ملي عجنتو رجع على هذا الشكل هذا، غنديرو في هذا البول وغادي نغطيه ونخليه يرتاح واحد شويه بين ما تضاعف ليا الحجم ديالو شويه. وغادي نقرصو هنا البنات. غنقرصو بواحد الحبوب اللي فيهم شوفان، فيهم الحبه السوداء، فيهم شويه البلبوله. المهم الحبوب مخلطه غادي نقرص بهم هاد العجينه هذه. المهم هنايا كنديرهم قريصات غير صغار، وكنديرهم في الماء باش ما تحيدش منهم هذوك الحبوب اللي غادي نقرص بهم، وكيبقاو شادين البنات كيف ما غادي تشوفوا معايا في الخبز. وغادي نقرصهم وغادي نخليهم يخمروا وغنطيبهم، وغتشوفوا كيفاش جاوا البنات، غيجيو هائلين ما شاء الله. المهم هنا غنبقى معكم حتى نقرص كاع الخبيزات اللي عندي. المهم هنا كنقول لكم اللي مشاركه معايا مرحبا بها، كيف ما كنقول لكم دائما، واللي ما مشاركش معايا مرحبا به وبكم، باش هاد القناه غتزيد للقدام فضلا وليس امرا. المهم اللي يعجبو المحتوى ديالي واللي يعجبو الفيديو ديالي بارطاجيه مع الاصدقاء ديالو، علاش لا؟ نستافدوا جميع وتعاونوني حتى انا في هاد القناه هذه. المهم غنبقى مستمره على هاد الشكل هذا حتى كنكمل الخبز ديالي كامل كيف ما قلت لكم. وغادي ندوزو نديرو الغديوه ديالنا البنات. المهم دابا راه الناس مع العيد الكبير وداكشي راه كلشي الخير موجود، اللهم ديمها النعمه وحفظها من الزوال يا ربي. غادي ندير معكم غير واحد شويه ديال الكوتليت في مشوي في الكوكوط، كيجي زوين البنات. انا معتمد عندي دائما كنديرو بلا عيد، كنديرو دائما. كنفضل الشوا ديال الكوكوط على ديال الفحم لحقاش كيجي قاصح شويه. المهم هنايا خليو لي واحد التعليق زوين بحالكم الى عجبوكم هاد الخبيزات، ولا عجبكم هاد الغدا هذا خليو لي واحد التعليق زوين وواحد البصيمه زوينه بحالكم. وكنقول لكم دائما شكرا لكم كاملين البنات. هنايا هذا هو الخبز ديالي، هو غادي نقرصو دابا. كملت غادي نقرصو وغادي نخليه يخمر مره ثانيه وغندخلو الفرن يطيب. هنا البنات كيف ما قلت لكم انا جبت واحد شويه ديال الكوتليت، هو هذا. هنايا البنات كندير غير الملحه، كندير الملحه وكندير شويه ديال العطريه ديال الشوا، وكندير شويه ديال الحبوب ديال القزبر. هادو هما اللي كندير. وكندير واحد القطيره ديال الزيت باش ما يلصقش ليا اللحم في الكوكوط صافي. وكنشعل عليه نار مهيله البنات. المهم هنايا كندير هاد العطريه هذه، وكندير هاد الحبوب ديال القزبر، وكندير هذيك المليحه كيف ما قلت لكم. وغادي ندير واحد شويه ديال الزيت وغنخليهم يترقدوا شويه، ومن بعد غادي نديرهم
في طنجرة ديال الضغط وغادي نسد عليهم والعافية تكون مهيلة البنات. المهم هاد الزيت غنديرو غير شوية كيف ما غادي تشوفوا، غير شوية. صدقوني البنات كيجي زوين، هذا كيجي فتي وزوين وفي ساعة كيطيب. وقبلوا على التقطاع ديال تصاد الحولي الكوطليط، راه كيف ما جاكم في التقطاع راه التقطاع ديالي انا. صافي وهنايا غادي نخليه، غادي نفركو مزيان في هاد العطريه هادي وغادي نخليه. هنايا البنات غادي نرافق هاد الشوا هذا، غندير واحد شويه ديال المعجنات، النجيمات. بغي عندكم نجيمات، عندكم الرسول اللي بغيتو، عندكم نسال الطير، عندكم كيف ما كيقولوا لي نسال العصفور. المهم اللي عندكم. كندير واحد شويه د الماء يغلي وكندير فيه شويه الماء، شويه الملحه وشويه ديال الزيت البنات، وكنخليه حتى تيتسلق ليا مزيان. هنا البنات راه صفيتو وخليته رجعته لنفس الطنجره ودرت فيه شويه القزبر ومعدنوس، شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وشويه ديال قطيره ديال الزيت، وغادي نخلطو غنخليه على جنب. هنا البنات عندي كيف ما دائما كنشارك معكم هذيك الخضره اللي مشويه في الفران، دنجال مع الفلفله مع كورجيط. كنشويهم واحد الكونتيتي كثيره وكنديرها في الكونجيلا، ماشي في كونجيلاتور البنات، غير في الثلاجه لتحت. وكندير لهم هنايا لاصوص ديالهم. كندير مليحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الثومه غبره، شويه ديال الكمون، وكندير واحد نص حامضه معصوره، وكندير الزيت. وهنايا البصله كيف ما شفتوا والقزبر ومعدنوس. صافي وكنخلط هادشي، كنخلط مع هذيك الخضره ديالي. وها الشلاضه واجده ديالنا كتجي زوينه البنات وهائله كيف ما شفتوا. ها هي هنا غندير غير منها، وغادي نخلي ما نديرهاش كامله لحقاش البنات ديروا لاصوص، ديروا غير الكميه اللي اللي غتقضيو بها هذيك الساعه. هنا درت الفلفله، درت الدنجال. هنايا غادي ندير شويه ديال الكورجيط. صافي وغادي نخلط. وها نتوما معايا. صافي البنات هنا حيت لحقاش انا علاش كندير هاد القضيه هادي، حيت ماشي كل مره غندير واحد شويه غنشويه. كنشويه في مره راه ما تيخسر ما حتى شي حاجه البنات. كنشدو راه شاركه معكم في القناه. كندير الدنجال وكندير فيه شويه الملح وشويه الزيت وكنقطعو شكل طولي على شكل اصابع، نفسو الكورجيط ونفس الفلفله، وكنديرهم بمليحه وشويه ديال الزيت وكندخلهم يتشووا في الفران. وملي كيبردوا كنجمعهم في البواطات، وكان الوقت اللي بغيتهم كنجبدهم كندير لهم لاصوص كيف ما شفتوا. ها هما غادي نديرهم دابا في الطباصل ديالهم كيف ما شفتوا. كيجيو زوينين البنات وكيجيو هائلين ونتمنى تجربوهم وقولوا لي في الكومونتير كيفاش جاوكم. المهم انا هادو ولاو معتمدين عندي من نهار جربتهم وهما ولاو معتمدين عندي. هنايا البنات كيف ما شفتوا. هنايا البنات غنرافق عاوتاني هاد الغداء ديالي بواحد شويه ديال الشلاطه، الفلفله الصفراء والفلفل الخضراء ومطيشه وشويه د البصله. هنا البنات غادي ندير غير شويه ديال الزيت، شويه د الملحه وشويه د الابزار. الشلاضه المغربيه محبوبه الجماهير، شكون اللي ما تيبغيهاش، كلنا تتعجبنا هاد الشلاضه هادي اكثريه في هاد الصيف هذا. كتجي زوينه وكتجي ما نعاودش لكم. واللي تيبغي الحامض ولا الخل يزيد شويه الخل ولا شويه الحامض مع شويه الابزار والملحه كيف ما قلت لكم. وها الشلاضه ديالنا واجده. هاد الصيف هذا راه بنادم كيبغي غير هاد الشيء، راه وهاد الحراره هذه راه غير ديال هاد الشيء البارد الصراحه. المهم هنايا البنات عندي واحد شويه ديال ملي كيكون شويه الخوخ مرفق في الثمن كنجيبو البنات نغسلوه ونقشرو وكنديرو في المجمد على هاد الشكل هذا. وكنخليه الوقت اللي بغيتو. كندير غير جوج ديال الليمونات ولا جوج ديال الحامضات وكنعصرهم وكنصفيهم. ها هما عندي جوج ليمونات غادي نغسلهم وغادي نقشرهم، نحيد لهم القشره ديالهم ونقيهم من ديك القشره البيضاء كامله
وغادي نطحنهم ونصفيهم ونطحنهم مع الخوخ هذا اللي كيجي هائل البنات، وكيجي عصير زوين. ما نعاودش لكم البنات كيفاش كيجي. المهم كناخذوا شي حاجه ديال الدار بلا ما نشريو عصير واجد من على برا. هذا عصير واجد البنات وكيجي زوين ومنعش مع هاد الحر هذا. المهم هذا هو العصير ديالنا كيف ما قلت لكم. صافي هنا البنات انا وجدت كل شيء، وغادي ان شاء الله نحيد الخبز اللي طيبت اللي جا على هذا الشكل هذا البنات، جا هائل وزوين. والبنات الرطب الخبز ما نعاودش لكم كيفاش جا خبز هائل وزوين البنات. شوفوا مفشفش والخبز زوين البنات. غير اعتمدوا هاد القضيه هذه، خمروا الخبز 2 خطرات راه كيجي الخبز زوين. خليوه ملي تعجنوه خليوه يرتاح واحد شويه، ومن بعد عاد باش قرصوه وخليوه عاود ثاني يخمر الخميره الثانيه، وعاد باش طيبوه راه كيجي زوين البنات وكيجي هائل بزاف. هنا المهم البنات طابت ليا هذيك الكوطليط اللي درت في الكوكو طاب. هنا هذيك النسال ديال العصفور ها هو درت. شوف واحد المول اللي خاوي من الوسط. انا ما عنديش البنات الخص، ما درتش الخص في الجناب. المهم داكشي خدمت باللي موجود عندي. المهم اللهم ديمها نعمه وحفظها من الزوال يا رب. كيف ما كنقول لكم دائما هذا هو الغدا ديالنا. نتمنى تقبلوا عليه ويعجبكم وتخليو لنا واحد لايكات زوينين وواحد التعليق اللي زوينين البنات. شوفوا هنايا اللحم راه ما قاصح ما والو، راه فتيه البنات وكيجي زوين. المهم هذه هي الغديوه ديالنا، هذه هي الطويبه ديالنا. اللي شهيناها تسمح لينا وكنقول لكم مرحبا بكم. اللي شهيناها تسمح لينا. هادو هما الخبيزات ديالنا اللي درنا، وهذه هي الخضره المشويه كيف ما قلت لكم هي هذه. وهذا هو العصير ديالنا اللي بارد وزوين البنات، وهذه هي الشلاضه اللي درنا. المهم هذه هي الغديوه ديالنا. نتمنى تقبلوا عليها وتردوا عليا في الكومونتير كيفاش جاتكم. واللي تشهد شي حاجه تسمح لينا. والله بزاف د الحوايج ما كنبغيوش نشاركهم مع الناس على حسب باش ما نشهيهمش، ولكن الله غالب اللي طيبنا كنبغيو نشاركوها معاكم وصافي. هادشي اللي كاين. المحتوى ديال الطبخ هو هذا، وكنقول لكم هنا بسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.